ولا تقولي صينية بسبوسة معرفش بكام، ولا تقولي صينية كيكة تقيلة. تعالوا يلا هنبتدي مع بعض نعمل معاكم النهاردة الرواني. معايا هنا المقادير، معايا هنا معلقتين سمنة بلدي على معلقة زيت ذرة. هنا كوباية دقيق سيمولينا، كوباية دقيق عادي أبيض، كوباية زبادي. هنا معايا كوب جوز هند مبشور زي ما انتوا شايفين، معايا 4 بيضات. معايا هنا سكر بودر كوباية. هنا شربات عاملاه كوباية ونص، سكر شربات على كوباية ونص مية. ومعايا كيس بيكنج باودر وكيس فانيليا. يلا تعالى اقول لكم هنعمل ايه. هنا اول حاجه بجيب البوله اللي انا هضرب فيها الكيكه. زي ما انتوا شايفين هبتدي انا هعملها بنفس طريقه اللي هي الكيكه العاديه. هنا هنزل بمعلقتين السمنه على معلقه الزيت زي ما انتوا شايفين، بنزلهم كويس قوي. هفضل اقلب فيهم لغايه الاتنين ما يبقوا زي ماده سايله كده معايا. طبعا انا معاكم خطوه بخطوه عشان تعرفوا الطريقه بالظبط. هنا بقى انا هفضل اضرب فيهم لغايه ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. وبعدين زي ما انتوا شايفين اهو بقت ماده سايله معايا. هنزل بقى بالكوبايه اللي هي السكر البودر اللي معايا زي ما انتوا شايفين، السكر البودر اللي انا طحناه. على فكرة في سكر بودر بيتباع عند العطارين وكده او في الهايبرات الكبيرة، او محلات السوبر ماركت او البقالات الكبيرة بيبيعوا ساعات اكياس سكر بودر. فانتي لو مش قادرة تطحني وكده او مكسلة او اي حاجة، ممكن تجيبيه وتخليه عندك في التلاجة، بيقعد بالسنين مش بيحصل له اي حاجة. هنا بقى انا بقلب كويس السكر البودر مع السمنة والزيت وكده زي ما انتوا شايفين. طبعا الكيكة دي ما بين يعني، ولا هي كيكة ولا بسبوسة، بس هي ما بين كده وكده. هنا بقى انا قلبت السكر البودر حلو مع السمنة زي ما انتوا شايفين. هنزل عليهم بال4 بيضات كأني بعمل صينية كيكة بالظبط، نفس الطريقة ونفس المقادير، بس بتختلف. يعني مثلا التانية بنحط عليها مثلا كوبايتين ونص دقيق ابيض عادي. هنا بنحط كوباية دقيق اللي هو ايه السميد اللي هو دقيق البسبوسة. دي البسبوسة ده طبعا بنجيبه من عند العطار وكده. هنا بقى انا خلاص بعد ما نزلت بالبيض بالسمنة وعليهم السكر، بنزل بقى بالبيض 4 بيضات. هفضل اقلب كل حاجة كويس. اهم حاجة يا جماعة ان احنا يعني نحاول نضرب الكيكة كويس، لان كل ما بتضربيها حلو بتطلع معاكي ما شاء الله عالية وكويسة وكده، وفيها فراغات بتبقى هشة معاكي. هنا بقى انا بقلب كويس زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى ان انا انزل بالسمنة بالزبادي بعد ما بنزل بالبيض. هنا اهي كوباية زبادي معايا زي ما انتوا شايفين، هنزل بيها على الخليط اللي انا عملته وافضل اقلب كويس برضك. طبعا احنا بنحط الزبادي اكتر حاجة بتعلي الكيكة لانها تعتبر خميرة، لان زي ما احنا عارفين ان الزبادي كلها بكتيريا نافعة، فبالتالي الكيكة بتبقى مغذية وفي نفس الوقت بتبقى بتعلي الزبادي، بتخليها هشة وجميلة جدا زي الجاتو اللي بنجيبه من المحلات بتاعت بره. هنا نزلت بكيس الفانيليا لان انا كنت نسيت، المفروض ان انا بحط كيس الفانيليا على ال4 بيضات وكده عشان الزفارة بتاعة البيض، بس انا نزلت يعني انا نسيت فعادي، فنزلت بيهم بعد ما نزلت بالزبادي. عادي طالما كده كده يعني لسه المواد اللي معايا سايله فمش فيها حاجه. هنا بقى حطيت الفانيليا فبقلب كويس عشان كل الخليط يتشرب ريحه الفانيليا وكده. هبتدي ان انا انزل بقى بالدقيق بتاعي. اول حاجه هنزل بدقيق السمولينا اللي هو دقيق السميد، قصدي دقيق البسبوسه، ده جوز الهند سوري برضك هنزل بيه في الاول زي ما انتوا شايفين. دي كوبايه جوز هند مبشور. طبعا جوز الهند بنجيبه من عند العطارين او الماركات الكبيرة برضك. آم، طبعا كل حاجة دلوقتي متوفرة في الهايبرات الكبيرة والمحلات العطارة
وكده يعني. هنا بقى معايا دقيق السميد اهو، هنزل اللي هو دقيق البسبوسه هنزل بيه على الجوز الهند بقى والخليط اللي انا عملته زي ما انتوا شايفينه. هبتدي ان انا اقلب كويس. طبعا يعني انا ممكن اضربها بالمضرب، بس بما اني يعني بكسل شويه، انا في يعني كسليه حبه كده، فبقول لا بدل ما اغسله واتعب نفسي وكده فبمستسهله، فبقوم ضربها بايدي وخلاص بالمعلقه. هنا بقى خلاص نزلت بدقيق البسبوسه، هنزل بقى بالدقيق الابيض العادي. طبعا يا جماعة المقادير متساوية. كوباية، احفظوا المقادير: الاربع بيضات مع كوباية زبادي مع كوباية دقيق ابيض مع كوباية دقيق بسبوسة مع كوباية جوز هند مع كوباية سكر بودر. هنا بقى انا نزلت بالدقيق الابيض وعليه البيكنج باودر. هبتدي ان انا اقلب الخليط ده كويس جدا. هنا كنت قلبته وجبت الصينية بتاعتي دهنتها بمادة دهنية. هبتدي بقى ان انا انزل بالخليط بتاعي الكيكة زي ما انتوا شايفين. هبتدي ان انا انزلها من الطبق كويس، واحاول ان انا ما اسيبش فيه اي حاجه. هنا بقى كنت خلاص حطيتها في الصينيه زي ما انتوا شايفين. هنا بقى كانت طلعت بقى واستوت معايا، شايفين ما شاء الله كانها صينيه بسبوسه. طعمها بتبقى خطيره جدا كده، ولما بتيجي تاكلها بتحس ان هي بقى كلها شربات من تحت وكده زي البسبوسه اللي بيجيبها من محل الحلوانيه. يا ريتكم تجربوها. هنا كانت خلصت معايا وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله عاليه اهي.